هو ينفع شوية جبنة وبيض وخضار يعلمونا حاجة؟ يبان شكله سؤال غريب، لكن الحقيقة إن العادات الصغيرة دي هي اللي غيرت طريقة إدارتي للبيت كله. زمان كنت برجع من السوبر ماركت وأسيب الأكياس زي ما هي على الرخامة، وأقول هفضيهم بعدين كمان شوية، هاخد بس بريك أريح شوية أغير هدومي. والبعدين ده بقى ساعات يخليني أنسى حاجات أو أشتري نفس المنتج مرتين. أوقات كمان كنت بلاقي الخضار بايظ، لكن لما بدأت أفضي كل حاجة أول ما أوصل اكتشفت إني مش بس بنظم التلاجة، أنا بنظم أسبوعي كله. زمان كنت فاكرة إن التنظيم رفاهية، لكن اكتشفت إنه بيوفر مجهود أكتر مما بياخد مجهود. لما كل حاجة بيبقى ليها مكان بقيت أدور أقل وأطبخ أسرع، وحتى وأنا بكتب الليست بتاعت المشتريات بتاعت الأسبوع أو الشهر بعد كده بعرف أنا محتاجة إيه فعلا. قريت مرة إن مخ الإنسان بيتعب من كتر القرارات اليومية، حتى القرار البسيط لو كانت مجرد سؤال بسيط الجبنة دي راحت فين، أو عندي بيض ولا خلص، بيستهلك جزء كبير من تركيزنا. علشان كده لما كل حاجة بتبقى قدامك واضحة مخك بيرتاح من قرارات صغيرة كتير. طبعا الناس أنواع، وكل واحد بيحب يرتب وينظم حياته وأفكاره على حسب ما هو اتعود وعلى حسب ما هو بيحب. يعني احنا ما نقدرش نغصب على كل الناس ان هي تبقى منظمة ومرتبة. في ناس بتحب، يعني مش هنقول العشوائية، بس في ناس بتحب ما عندهاش وقت، مش من أولوياتها الترتيب والتنظيم. وفي ناس تانية العكس تماما، كل حياتها ترتيب وتنظيم ومبتقدرش تتنفس من غير ما تشوف المكان اللي حواليها مترتب، حتى لو كان مجرد قلمين بس مش من مكانهم متبعترين كده على أي سطح أو أي ترابيزة موجودة في البيت. فالموضوع يعني بيختلف من كل شخص للتاني، فاحنا ما نقدرش نجبر كل الناس ان هي تبقى مرتبة ومنظمة. كل واحد وأولوياته في الحياة، وكل واحد يعيش يومه في بيته وفي حياته زي ما هو عايز. أنا عن نفسي بحب أنقلكوا تجربتي وشغفي والحاجات اللي بحبها، ممكن نبقى احنا الاتنين متشابهين في حاجات كتير، أفكارنا زي بعض، ناخد أفكار من بعض ونشجع بعض على هوايات وحاجات بنحبها مش أكتر من كده. علشان كده بحب دايما أحس إن أنا فيديوهاتي كأني بفكر معاكم بصوت عالي، بشارككم أفكاري وهواياتي والحاجات اللي بحبها. ممكن يكون حد مستني بس كلمتين يشجعوه يقوم يخلص مهمة مستنياه أو كان مأجلها. عارفين الخضار لما بيترتب مش بس بيعيش أكتر، احنا كمان بنفتكره. كم مرة اشترينا حاجة واتنست تحت في درج التلاجة وبعد أسبوع اترمت، أو في أكياس موجودة ورا أكياس فوق أكياس تحت أكياس واحنا مش فاكرين ايه دي، لحد ما الخضار خلاص دبل ورميناه برضه وما استفدناش منه بأي حاجة. أوقات كتير احنا مش بنكون محتاجين ان احنا نقلل شراء وشوبينج، احنا محتاجين نستفيد من اللي احنا اشتريناه. في حاجة اكتشفتها مع الوقت، التوفير الحقيقي مش إننا نمنع نفسنا من الشراء أو الشوبينج في العموم. التوفير الحقيقي إن ما بيبقاش فيه هدر. لما كل حاجة بتبقى باينة قدامي عمري ما هشتري الجبنة وهي أصلا موجودة، ولا هجيب خيار وأنا لسه عندي، ولا هنسى حاجة تبوظ في آخر التلاجة. يمكن المبلغ اللي بيتوفر كل أسبوع بيبقى بسيط، لكن في آخر الشهر هتلاقي فعلا فرق معاكي. أنا بقيت مؤمنة إن البيت المترتب مش معناه إنه بيبقى بيت مثالي وبيرفكت على الشعرة. البيت المترتب هو البيت اللي بيخدم أصحابه صح، يعني ألاقي كل حاجة بسهولة وكل حاجة ليها مكان، وأخلص المطبخ بسرعة وما أقضيش نص يومي بدور على حاجة محتاجاها. حتى علماء النفس بيتكلموا عن إن الفوضى البصرية حوالينا بتخلي المخ يفضل منتبه ليها، يعني وانتي قاعدة المخ لسه شايف الكياس الكتير والدوشة اللي حواليكي، ولسه شايف الحاجة اللي ملهاش مكان. علشان كده أول ما بنرتب وبننضف وبننظم بنحس براحة، مش لأن البيت بقى حلو بس، لكن لأن مخنا أخيرا ارتاح من الفوضى اللي حواليه واللي جواه. يمكن الناس اللي بتشوف الفيديو ده واللي بعمله النهاردة مجرد تنظيم مشتريات، لكن بالنسبة لي هو بداية أسبوع جديد على رواق وعلى نظافة، بداية مطبخ مترتب وقرارات أقل ووقت أكتر وراحة كمان أكتر. عارفين
كل ما بكبر شوية بكتشف إن البيوت المريحة مش هي اللي فيها أغلى الأجهزة ولا أغلى الديكورات ولا البيوت الكبيرة الواسعة. البيوت المريحة هي اللي أصحابها عاملين عادات صغيرة بتسهل عليهم حياتهم، عاملين نظام لبيتهم ولحياتهم وليومهم، عاملين روتين ماشيين عليه. يمكن ترتيب الجبنة أو البيض أو الخضار يبان حاجة بسيطة، لكن الحاجات البسيطة هي اللي بتبني بيت هادي وحياة أهدى. لو في عادة صغيرة غيرت حياتكم للأحسن اكتبوها لي في التعليقات، يمكن كلنا نستفيد من بعض. أنا بقيت مقتنعة إن الست الشاطرة مش هي اللي بتجري طول اليوم، الشاطرة بجد هي اللي بتعمل حاجات بسيطة تخلي بكرة أسهل بالنسبة لها. يمكن 10 دقايق بنقضيهم في التنظيم بيوفروا علينا ساعة كاملة بعدين. في الأول كنت بحس إن التنظيم بياخد وقت ومجهود، لكن اكتشفت إن هو بيديني وقت وبيحسسني براحة كبيرة قوي، وبيوفر عليا كتير، لأن كل دقيقة بقضيها وأنا برتب برجع أوفرها بعد كده وأنا بطبخ أو بدور على الحاجة اللي أنا محتاجاها. في ناس بتفتكر إن البيت المترتب معناه بيت كامل، بس أنا شايفة العكس، البيت المترتب هو البيت اللي بيخلي أصحابه مرتاحين، حتى لو في لعب أطفال مرمية في كل حتة، وحتى لو في يوم مش مثالي. كبرت واكتشفت إن السلام النفسي مش بيجي مرة واحدة، بيجي من عادات صغيرة بنكررها كل يوم، زي سرير مترتب، مطبخ نضيف، تلاجة منظمة، حوض فاضي، سبت غسيل فاضي. الحاجات البسيطة دي بتقول لقلبك إن الدنيا لسه بخير. ممكن حاجات ما تفرقش مع ناس كتير، بس مع ست البيت بتفرق كتير أكتر ما انتم متخيلين. وأنا برتب الخضار بحس إني بجهز نسخة أهدى من نفسي لبكرة، النسخة اللي هتفتح التلاجة الصبح وتلاقي كل حاجة قدامها من غير توتر ومن غير استعجال. بعمل كل حاجة على مهلي. احنا ساعات بنستنى يوم الأجازة علشان نرتاح، لكن يمكن الراحة مش في اليوم، الراحة في الطريقة اللي بنعيش بيها كل يوم، في التنظيم، في عيني مرتاحة وأنا شايفة كل حاجة في مكانها حواليا. دلوقتي أنا مبقتش بدور على الكمال، بقيت بدور على السهولة، لأن البيت مش معرض، البيت مكان بنعيش فيه، وكل حاجة بتسهل علينا يومنا تستحق المجهود. مش محتاجين فلوس كتير عشان نشتري منظمات ونشتري حاجات غالية تنظم علينا يومنا أو تنظم حاجتنا في البيت أو في المطبخ. انت محتاجة بس تفكري شوية وتدوري حواليكي هتلاقي حاجات كتير تعرفي تستغليها صح. اعملي إعادة تدوير لحاجات كتير موجودة حواليكي، انت بس لو ركزتي هتلاقيها، لكن انت مش شايفاها دلوقتي، محتاجة دقيقة واحدة تركيز. يمكن محدش بياخد باله من التعب اللي ورا اللقطات دي، لكن كل ست بيت عارفة إن الحب ساعات بيكون في صورة أكل جاهز، تلاجة مترتبة، حاجة بسيطة عملتها علشان بكرة بالنسبالي يبقى أسهل على اللي بحبهم وعلى أسرتي واللي حواليا. كل مرحلة في حياتي كانت بتعلمني إن السعادة مش لازم تكون حاجة كبيرة. زمان كنت فاكرة إن السعادة في بيت أكبر، حاجات أغلى وأحسن ومبهجة مبهرة، أو مطبخ أحدث حاجة، أو وقت فراغ كتير مش بعمل فيه أي حاجة. لكن اكتشفت إن السعادة الحقيقية ممكن تكون وأنا برص علبة جبنة بس في مكانها، أو وأنا بلاقي كل حاجة قدامي بسهولة. لأن الراحة مش في حجم البيت، الراحة في إحساسك إنك مسيطرة على يومك وإن بيتك بيساعدك مش بيستنزفك. في وسط كل الانفتاح اللي على السوشيال ميديا وفي وسط كل البيوت المبهرة الجميلة الغالية الشيك قوي اللي بنشوفها وكل الانبهارات اللي بنتفرج عليها، لو في نصيحة واحدة ممكن أقولها لأي ست فهي حبي بيتك، بس قبلها حبي نفسك. لأن الإنسان لما بيكون مهمل في نفسه أو مستنزف أو طول الوقت بيضغط نفسه، طبيعي هيحس إن كل حاجة حواليه تقيلة. لكن أول ما بتدي لنفسك شوية اهتمام حتى لو حاجة بسيطة، فنجان قهوة بهدوء، سكين كير، كوباية شاي، قراية صفحتين في كتاب، أو حتى 10 دقايق راحة، هتلاقي نفسك تلقائيا عندك طاقة تهتم ببيتك، لأن البيت بياخد من طاقة اللي عايشين فيه. ولما تكوني مرتاحة هتعرفي تريحي بيتك، ولما بيتك يبقى مترتب هيردلك الإحساس ده تاني. أنا مؤمنة إن العلاقة بين الست وبيتها شبه العلاقة بينها وبين نفسها، كل لما تصالحي نفسك هتلاقي عندك رغبة تهتمي بكل ركن حواليكي، ومش علشان الناس تشوف البيت حلو، لكن علشان انتي تستريحي أول ما تدخليه.
لأن في النهاية البيت مش مجرد 4 حيطان زي ما الناس كلها بتقول. البيت هو المكان اللي بيرجعلك طاقتك ويحضنك بعد يوم طويل، وكل دقيقة بتقضيها فيه بحب بترجعلك راحة وسكينة. وما تستنيش لما يبقى عندك بيت أكبر أو مطبخ أحدث علشان تحبيه. حبي بيتك ببساطته واهتمي بيه على قد إمكانياتك، لأن البيوت الدافية مش بتتبني بالفلوس، بتتبني بالحب والاهتمام والنوايا الحلوة. أنا مستنية رأيكم تقولولي انتوا كمان، الترتيب والتنظيم بيفرق معاكوا جدا ولا مجرد حاجة روتين بتعملوها وخلاص؟ هل هو فعلا فرق في يومكم وفي حياتكم الروتينية، ولا هي مجرد عادة احنا عايزين نتخلص منها مش اكتر؟ هستناكوا تكتبولي رأيكم في الكومنتات. في النهاية بحب اقولكوا ان انا بحب دايما اتكلم معاكوا وافضفض معاكوا باللي جوايا، وبحب ان انا بطلع افكاري كده بصوت عالي، بقولها بصوت عالي قصادكوا. يعني حتى لو شخص واحد بس استفاد من اي كلمة او جملة واحدة قلتها، ده بالنسبة لي هيبقى شيء كبير جدا. أنا دايما مقتنعة إن أغلى حاجة في حياة الإنسان خصوصا في عصرنا السريع حاليا هي وقته. فإن شخص ياخد من وقته ومن يومه حتى لو 5 أو 10 دقايق يتفرج فيهم على حاجة ليا أو يسمعني للآخر، ده حاجة يعني امتنان كبير قوي قوي لربنا، بشكره وبحمده عليه الحمد لله. وفي نهاية كل فيديو دايما بنقول الحمد لله على نعمة اليوم العادي، والحمد لله على يوم عادي مر وعدى بسلام. ولو وصلتوا لحد هنا أنا شكرا شكرا بجد، ممتنة ليكوا ولوجودكوا ولكلامكوا الحلو اللي دايما بتسيبولي في الكومنتات. وهنصحكم تشوفوا باقي الفيديوهات اللي بنزلها، كله كلام بجد من قلبي ليكم. لو انت اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي، واشوفكم على خير.